خسيت 20 كيلو ومن غير كارديو، وكمان باكل 1900 كالوري علشان هقف على المسرح قريب، فيهم بانكيك ووافل وطبيعي ومن غير هرمون. طب انت عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ ازيكم، اهلا بيكم في فيديو النهارده. فيديو النهارده هيكون فيديو مختلف شويه. انا كنت ناوي اصور فيديوهين ثلاثه وانزلهم على 3 مرات مختلفه، بس الحمد لله الشغل كان كتير جدا فما كنتش ملاحق. بس صورت الفيديوهات، فقلت بدل ما انزلهم على 3 مرات انا هعمل فيديو واحد كبير. فالنهارده هقول لك ازاي انا نزلت 20 كيلو ما بلعبش كارديو، ازاي وانا باكل 1900 كالوري بدخل حاجات زي الفرنش توست وكل الكلام ده، واخدك في فول داي اوف ايتنج واوريك انا باكل ايه. ومش عارف الفيديو ممكن يكون فيه ايه تاني، بس المهم لو انت حد مهتم بالفات لوس وانك تنزل دهون وتحافظ على عضلاتك هو الفيديو ده ليك. فهتلاقوا كليبات كتير مختلفة، هتلاقوا أيام مختلفة في أوقات مختلفة، علشان دول كانوا 3 فيديوهات. بس مش دي الفكرة، عشان أنا مش مخرج. المهم الانترتينمنت والتسلية والمعلومات والجيم والفورمة، والجيم والفورمة أهم طبعا. فهاخدكم معايا للإيديت الفظيع اللي أنا بعمله دلوقتي. يلا. وعشان تبقوا عارفين الفيديو هيمشي ازاي، انا عمال بحاول اعمله اديت دلوقتي اهو. الفيديو ده متقسم لكذا حتة وانا هحط الدقايق هنا عشان تشوف انت مهتم باي حتة تروح تتفرج عليها. اول حاجة هيبقى فول داي اوف ايتنج مع فرنش توست، وهتشوف ازاي ان انا مثلا مشغول طول اليوم او حاجة بس انا ستيل بدخل الكالوريز وما بعكش. ده اول حاجة. تاني حاجة هتكلم على، ده هيبقى تاني حتة بقى، هتكلم على ازاي ما بلعبش كارديو وبنزل، وده سر المحترفين. يعني مش كليك بيت، هو ده فعلا البروز بيعملوا كده. ده تاني حاجه. تالت حاجه هيكون عامل زي برضو فول داي اوف ايتنج تاني، بس بريفيو فيه حاجه زي البروتين بانكيك، تقريبا كانت بروتين بانكيك، ايوه. وفي نفس الوقت انا كنت معزوم بره، فبوريك ازاي انا برضو باكل في العزومات وبحافظ على الدايت، طبعا الميزان معايا. فده كده. وباخدكم معايا الجيم تمرين ظهري سريعه، وبكيب يو ابديتد على البطوله وكل الكلام ده. ويلا. صباح الخير، ازيكم؟ فيديو النهارده هيبقى فول داي اوف ايتنج. 1900 كالوري اللي انا باكلهم طول اليوم هصورها واوريها لكم. باكل اكل قليل قوي. المهم، انا الساعه 6:30 دلوقتي، انا هلبس ورايح الشغل ومتاخر. فانا ما وريتكمش الاكل وانا بعمله او بجهزه، بس الاكل اللي انا هاكله تقريبا طول اليوم الشغل يعني 250 جرام صدور فراخ، واخد معايا القهوة بتاعتي عشان اوزن اللبن والسكر وكل الكلام ده، و250 جرام صدور مشوية من امبارح بالليل شاويها. الكونتينر الكبير ده كونتينر القهوة بتاعي، ودي كوباية اللي اشربها دلوقتي. وده حاجة تقريبا اسمها بوب تشيبس، كيس فيه 99 كالوري، قلت اجربه. فده عامل زي سناك كده يسندني بقية اليوم لحد ما ارجع تاني البيت. الساعة 6:30 الصبح دلوقتي، انا المفروض ارجع على 6 المغرب. و متحمس جدا لوجبة بالليل، هعمل فرنش توست دايت. ف يلا. انا لسه راجع من الشغل دلوقتي حالا الساعة 6 المغرب. طبعا انتوا مش حاسين بفرق عشان انا في نفس المكان في نفس الحتة، بس هو عدى 12 ساعة. ودلوقتي انا هاكل وجبة تعتبر البري ورك اوت بتاعي. هنزل الجيم اتمرن بعد ما اكل. عندي النهارده تشيست. استنوا بقى الوجبه اللي هي اللي بعد التمرين، هي دي بجد بجد الوجبه اللي انا مستنيها طول اليوم النهارده، بحلم بيها من امبارح الصراحه. انا هوريكم الدنيا دلوقتي بس الدنيا عشوائيه شويه. فدي الوجبه اللي انا هاكلها، ده 200 جرام صدور فراخ مشويه. لو هحط عليها حاجه هحط عليها مستردة 0 كالوريز، والكرياتين والبي سي ايز والواي بروتين. دول كلهم هيبقوا في البري ورك اوت والبوست ورك اوت. فهاخد بري ورك اوت مش هحسبه في الكالوريز. بي سي ايز وانا بتمرن وانا بلعب كارديو، كرياتين وواي بروتين بعد ما اخلص تمرين. ويلا عشان انا جعان جدا. الساعة دلوقتي تقريبا 10:30 بالليل. انا 11 الا بالظبط، يعني انا خلصان. بس انا طول اليوم تقريبا ما اكلتش حاجه، ووريتكم الاكل كله عشان دلوقتي هاكل فرنش توست.
1900 كالوري هاكل هاي بروتين فرنش توست ولو كالوريز. فانا هقول لك انا هعمله ازاي هاي بروتين، وهقول لك ايه البديل مثلا لو انت عايز تعمله ستيل يبقى لو كالوريز، مثلا لو في حاجه ناقصه ايه البدايل ايه الطريقه. هكتب الكالوريز كلها في مكان ما هنا، لسه مش عارف فين بس دلوقتي يلا. اول حاجه هات اي نوع توست مش هيفرق، ابيض اسمر كلهم نفس الكالوريز ككالوريز وايز. فعشان انا مضحي بكل الكارب بتاعي عشان الوجبه دي فانا اخترته ابيض، وقطعت كمان الكراست او الحروف عشان نقلل في الميزان بتاعه وابقى واخد حاجه طعمها حلو، عشان انا فعلا محتاج البوست ده في حياتي. بعدين هنعمل هنا الميكس بسيط جدا. اول حاجه بيضه كامله. اوكي ماشي. ده عادي بتحصل حتى مع الشيف شربيني، بتحصل في احسن العائلات. المهم بيضه كامله. تاني حاجه انت هتحطها بقى فوق البيضه هيبقى على حسب. انا النهارده عشان عايزها هاي بروتين فانا هحط بياض بيض. فانت بقى لو ما عندكش بياض بيض او مش هتكسر بيض وترمي الصفار وتحافظ على البياض، او لو مامتك هتزعق لك في البيت عشان كان بيحصل معايا الكلام ده، فهقول لك الاوبشن التاني هيبقى ايه. بس ما ينفعش حاجه لو جبت وشي، ده فيديو يوتيوب يعني احنا مش بنشيل الناس. مش بس انت ما عملتش اي حاجه غير اللي الكاميرامان قلتها. الكاميرامان بتاعي وحش قوي. انت ما عملتش اي حاجه برضه، ايديك كبيره جدا في الموضوع. مش yeah. عايز تعمل فيديو حلو؟ دي كبيره جدا. فاهم. دلوقتي هحط بياض بيض تمام. فانت لو ما عندكش بياض بيض او مش هتكسر بيض كامل عشان تعمل بياض او اي حاجه، ممكن تحط المند ميلك، لبن اللوز. انا اكتر نوع بحبه الصراحه بتاع لامار، ده اكتر نوع انا بحبه بتاع لامار، اللي اسمه التوم او ذا اذر ميلك. فيري لو كالوريز وهيعمل نفس الفكره، بس عشان انا عايزه لو كالوريز وهاي بروتين فهحط بياض بيض. فاحنا كده حطينا بيضه واحده، لو انت فليكس في الكالوريز خليهم بيضتين. بعديها حط بياض بيض على حسب كميه العيش او التوست قد ايه، عشان انت من الاخر تاخد توست هتحطه جوه، فانت هتكتر كميه الليكويد او السائل قوي، هيبقى العيش كتير يعني. مش هقول لك معايير، هي بالسنس، الحاجات دي بالسنس تمام. تاني حاجه نحطها قرفه، ومش عشان الحرق والكلام ده، ده عشان اكشلي انا بحب القرفه. اوكي. تاني حاجه القرفه مفيهاش كالوريز. تاني حاجه هحطها زيرو سويتنر، فانت حط بقى اي سويتنر انت عايزه، ستيفيا بقى بتاع مش عارف ايه، انا عندي هذا النوع اللطيف جدا. واخر حاجه هتحطها هي معلقه شاي فانيلا اكستراكت، اللي انا مش عارف ده اسمه ايه تاني الصراحه، بس يعني هو مش عارف الكاميرا هتفوكس ولا لا، ما علينا. هو فانيلا اكستراكت، فانيليا اللي هي السايله دي موجوده في السوبر ماركت. نحط ما يعادل معلقه واحده اللي هي دي، و هنقلب ده كله مع بعض. على ما نقلب ده كله مع بعض، دي فرصتك بقى ان انت تطلع اي طاسه او حاجه اللي تعمل فيها الفرنش توست تمام، تسخنها على لو هيت. تيب بقى، برو تيب بمعنى اصح، لو انت عندك طاسه تيفال، لو عندك طاسه تيفال كويسه تمام، ففكره التيفال ان الحاجه ما تلزقش فيها، بس في ستيل تيفال برضه حاجه بتلزق فيه. الفكره كلها ان انت تسيبه يسخن شويه بس قبل ما تحط عليه الحاجه، ده هيقلل فكره اللزقان. او لو يعني مش تعمل اي حاجه من كل الكلام ده، فهات لك اي زيرو كالوري، هات لك اي زيرو كالوري سبراي زي ده مثلا، مش هيفرق. المهم هنقلب هذا الميكس الفظيع اللي فيه قرفة، بروتين، وحاجة طعمها فيها سكر. المهم بعد ما تقلبه كويس جدا تمام، هتجيب توستاية جميلة ظريفة وهتحطها جوه، وهتسيبها جوه لحد ما هي تشرب the maximum amount of السائل اللي احنا عملناه. keep into mind السائل ده يعني في الظروف اللي انا فيها دي كالوريز محسوبه من الكالوريز بتاعت اليوم، وده بروتين، فاحنا بنحاول نخلي التوستايه تبذل قصار مجهودها في انها تشرب كل ده تمام. فنعمل كده، نعمل كده كده كده. يستحسن تعمل مع تيفال متستعملش الشوكه علشان ما تجرحوش.
متعملش زي بمعنى اصح. اوكي، هات الاختراع الجميل ده. اوكي، بروتين حلو. النار من هاديه، يعني ميديوم تو لو، فمن هاديه لميديوم. تمام. هنسيبها كده دقيقتين على الوش ده، وبعدين دقيقتين على الوش ده، ودقيقتين واقلب ودقيقتين واقلب، عشان خلي بالك لو سبتها كتير قوي في وش منهم هيتحرق. فنحط بقى بقيه التوست التاني، وهنعيد نفس البروسيس ده لحد ما نخلص الفيلم ده كله. فهخلص، ويا رب اللي بيصور يجيب وشي. هخلص وارجع لكم. بس انا جيت اقلبها دلوقتي، لقيت لسه عليها زي، مش عارف باين في الكاميرا ولا لا، زي شويه ليكويد كده. ده معناته ان دي اتشربت زياده عن اللزوم، فاحنا ممكن نسيبها شويه كمان وبعدين نقلب على الوش التاني يعني. وبعدين التوستايه بتنفش بقى لما تبتدي تشرب بقى البروتين ده كله، بتبتدي تنفش تنفش. والله. بس يلا سبرينكل بقى بانكيكس سيرب. اوكي، وده بقى الاند ريزلت. اوكي، عشان تبقوا عارفين بس. حطيت عليه ده المند باتر. تمام. اكتر نوع بجد حلو قوي بتاع ابو عوف. وبستعمل المند باتر مش بينت باتر، عشان هما تقريبا نفس الكالوريز، بس الالمند اللي هو اللوز افيد بكتير من البينت باتر. هما تقريبا نفس الكالوريز، عشان كده بحط المند باتر. بقيه الكاربز يعني كل ده ولسه فاضل شويه كاربز. فدي منجايه متقطعه عملت حوالي 160 جرام، ودي اكتر حاجه علقه او اكتر حاجه فرفوره في الدنيا. ده زي رايس كيكس بس صغيره قوي بالقرفه برضو، علشان وانا باكل بقى الفرنش توست وهو طري، المانجا وهي طريه، بحب حاجه تدي كرانش في بقي بصراحه. تعالوا نتكلم بمنتهى الصراحه. واخر حاجه ده الاختراع برضو اللي هو منقذني سو فار، ده زيرو كالوريز سيرب. تمام. فهنحطه على الوش. هاكل الوجبه دي، واعتقد هيفضل لسه فاضل لي بتاع 100 كالوري كمان، لسه مش عارف هعمل فيهم ايه. فبس، وده كده اكلي النهارده. استنوا لسه هصور بكره عشان هنفطر بانكيكس ولا وافلز. بانكيكس بكره هنفطر هاي بروتين بانكيكس. انا بحس ان ده مسؤوليه كبيره جدا. انزل فين يا مريم؟ في اي حته؟ انزل وانت تبقى شايف. ده شكلي وانا صاحي من النوم من غير بامب، من غير اي حاجه. انا عندي تيشيرت هنا سموير، مش عارف راح فين، هنلاقيه. المهم انا صحيت على بطن فاضي، عملت الستبس بتاعتي. بعد ما خلصت الستبس عملت كوبايه قهوه، ودلوقتي هنفطر. 1900 كالوري ده الاكل اللي انا هاكله النهارده. انا عايز وقررت ان انا هجرب منتج كده، اعتبره فود ريفيو لمنتج جيم من امريكا. الاختراع ده ده المفروض تقدر تعمل بيه وافلز وبانكيك. والفكره ان هو السيرفنج الواحد من غير ما تضيف عليه اي حاجه فيه 14 جرام بروتين و190 كالوري، 2 فات 30 كارب و14 جرام بروتين. ف ف انا هعمل 2 سيرفنج النهارده، وده هيبقى الفطار بتاعي. وبعدين هنزل الجيم، عندي تمرين الظهر. وانا دلوقتي هدخل بفويس اوفر على ما البانكيكس تتعمل. هتكلم اول حاجه على موضوع يعني ايه ما بلعبش كارديو. طيب بسرعه كده، في راجل اي اف بي بي برو اسمه اريك لي سالزار، اتمنى بكون بقيت اسمه صح. الراجل ده اي اف بي بي برو طبيعي، ما بياخدش هرمون. الراجل ده جه في مره وعمل حاجه كانت يعني من قريب تعتبر حاجه يعني ريفولوشناري في عالم الناتشرال بودي بيلدينج. وان هو الراجل ده فكر في ان جسم البني ادم فيه زي سنسرز، اوكي، او في زي حساسات في العظم وفي الجهاز العصبي بتاع البني ادم، بتحس بانت وزنك تقيل قد ايه. فاللوجيك بيقول ان انت كل ما وزنك يتقل كل ما جسمك بيحرق اكتر. يعني بنت مثلا لو وزنها 30 40 كيلو، جسمها ممكن يكون بيحرق 1500 كالوري في اليوم. راجل مثلا وزنه 100 ولا 120 كيلو، اكيد مثلا جسمه هيكون بيحرق 3 ونص 4 مثلا في اليوم.
فهو قال طب لو انا شاب عادي let's say وزني 70-80 كيلو، هيحصل ايه لو لبست اوزان زي التقيلات بتلبس في الرجل او ويتد فيست بتاع الجيم والكروسفيت والحاجات دي، وقعدت بيها اليوم كله. فمثلا بدل ما انا وزني في الحقيقة 80، بالفيست وبالاوزان دي جسم وزني مثلا بقى 100-120 كيلو. طب ما اكيد كده جسمي هيحس ان انا بحرق وزني اتقل، فعلشان كده كنتيجة جسمي بيحرق اكتر. وفعلا الراجل ده عمل كده وخس، وكان بيعمل دايت ووصل تقريبا 3% او اسف وصل 4% على المسرح. الطبيعي بياكل 2700 كالوري من غير ما يلعب كارديو، من غير هرمون. ونتيجة تانية لكل الكلام ده ان هو كان ستيل عارف يقوى في التمرين ويشيل اوزان اتقل. ونتيجة كمان ان هو يعني انت كطبيعي لما تعمل دايت قوي قوي على المسرح، التستوستيرون الطبيعي بتاعك بيقل. هو لا، التستوستيرون بتاعه تقريبا فضل في نفس المستوى، علشان هو مش حارم نفسه من الكالوريز، بالعكس ده بياكل كالوريز كتير قوي. فهيجي السؤال البديهي بقى، يعني انا هعيش طول حياتي طول اليوم 3-4 شهور الدايت لابس فيست وتقيلات وكده؟ لا، هو بعد كده لقى طريقة تانية، ودي الطريقة بقى اللي انا بعملها، وهتكلم عليها بعد ما تشوفوا البانكيك خلصت وشكلها بقى عامل ازاي. ودي بقى الاند ريزلت. هي عملت اتنين، واحدة عملاقة وواحدة صغيرة. الصغيرة دي انا مشيت بيها ستاندرد، فدي ما حطيتش عليها اي حاجة تقريبا. دي حطيت عليها بس قرفة وشوية سويتنر. وطبعا طبعا طبعا انتوا اكيد حفظتوا ده سيرفينج المند باتر ابو عوف، عشان انا مدمن البتاع ده. وعد وعد وعد، هما مش دافعين لي حاجه، انا فعلا بحبه. فهاكل دلوقتي الوجبه دي، هتبقى الفطار بري ورك اوت. هحط عليها اللي هو السيرب اللي هو الزيرو كالوريز، وهقول لكم رايي فيها ايه. انا باكل دلوقتي وما كنتش ناوي اصور الفيديو ده كده، بس انا يعني مش مركب مايك ولا نور ولا اي حاجه، بس لازم اقول لكم البتاع دي حلوه قوي. مبدئيا هي لما تمشي بطريقه التسويه اللي هم كاتبينها، تبقى من بره كده تحس فيها زي كريسب كده، زي سنه قرمشه، ومن جوه بتبقى طريه وسوفت، وطعمها زبده، طعمها باتري كده. بس هي مش مسكره قوي. التانية بقى اللي انا عملتها، اللي حطيت عليها شويه سويتنرز وقرفه، نفس الفكره، بس انت حاسس بقى بطعم السكر قوي، والقرفه مدياها زي يعني نكهه القرفه كده، والكلام ده من غير ما احط عليه اي حاجه. فالبتاع ده بالنسبه للكالوريز، بالنسبه ان اللي انا عملته ده 28 جرام بروتين، يعني تقريبا مثلا سكوب او صدر فرخه صغير. لا البتاع ده حلو قوي 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 بجد. يعني بالنسبه لعالم الدايت والجيم والكلام ده 10 اوت اوف 10. ده الكلام ده وانت لسه ما حطيتش عليه اي حاجه. يعني انت ممكن بقى تبقى كرييتيف مع الموضوع. انت ممكن تحط عليه لبن، بيض. يعني بص انا بتكلم في تفاهات، ما قلتلكش مثلا حط عليه واحدتين شوكولاته ولا ايه. بتاع ده اختراع. مش هو قد يكون برضو قله الاكل بوظت دماغي، بس البتاع ده اختراع. خلصنا فطار، واللي هو برضو البري ورك اوت بتاعنا، ودلوقتي في طريقنا للجيم. عندي يوم ظهر، وبعد كده بقيت اليوم انا بعد التمرين عندي عزومه عند العائله الكريمه، وهم طبعا خلاص عرفوا ان انا البني ادم اللي مختل اللي في العيله، فعاملين لي صدور فراخ مشويه وهاكل جنبها خضار. الخضار ده عاده بيبقى اي خضار ني في ني. فلاتس سي مثلا كوسه مفيهاش كالوريز خالص، ني في ني كده، مثلا مع بهارات بصل مش عارف ايه حاجات كده. طبعا معايا الميزان بتاعي، وبس غالبا ده هيبقى اكلي طول اليوم. والسبلمنتس اللي انا هاخدها النهارده او معايا، يعني خدت كرياتين قبل ما انزل، ودلوقتي معايا بي سي ايز ده بشربها خلال التمرينه. وما خدتش وهي عشان انا غالبا في العزومه دي مش هاكل حاجه تقريبا غير فراخ، فاحتمال تبقى هي فيها كل البروتينز اللي انا محتاجها طول اليوم، ومش هاكلهم كلهم في قعده واحده عشان يستحسن تقسم بروتيناتك وكل الكلام ده. فمن الاخر يعني بقيت اليوم هيبقى اكلي عباره عن وجبتين ورا بعض، هيبقوا فراخ وجنبيها خضار. واللي هيتبقى لي خالص بعد ده كله هيبقى يمكن مثلا شويه فاتس، عشان الفاتس النهارده تقريبا انا ما اكلتش فاتس تقريبا النهارده.
فنشوف بقى هقفل اليوم ازاي، وبس كده. ودلوقتي انا في الجيم، بس هكمل موضوع الكارديو وبعدين اتكلم على تمرينة الظهر. فالحاجة بقى اللي إريك عملها إن هو عنده كلاينتس وناس بيمرنهم وبيحضرهم لبطولات، وحتى هو ذات نفسه وهو نازل بطولات تانية لأن الموضوع صعب، يروح الشغل لابس فيست تحت الهدوم وتقيلات في رجليه وتقيلات في دراعه. طب وبعدين جه في دماغه فكرة حلوة قوي، ان انت تنزل يا معلم تشتري اي تراكر بيحسب الخطوات. الابل واتش وموبايلات كتير بتعمل كده، او من على امازون هات لك تراكر ب 600 700 جنيه صيني بتحسب الخطوات. البسها في ايدك وهات لك فيست في البيت مع اوزان، وهتبدأ قول مثلا اول مرة هتحط قول مثلا 10 او 15 كيلو في الفيست ده، وهتمشي كل يوم 4000 خطوة. بقت هي دي الفكرة بقى، ان هو حول الموضوع لنمبر اوف ستيبس معاها الويتد فيست، فانت بتعمل ويتد ستيبس بير داي. ده بدال الكارديو. طبعا انت ستيل محتاج تبقى في ديفيسيت اوفرول وكل الكلام ده، وده التكنيك اللي خلاني اعرف اخس. فبلبس الفيست وبلف في البيت كده زي ما انتوا شايفين، خطوات معينة. كل مثلا اسبوع او اسبوعين بزود الاوزان بزود الخطوات، وده عامل زي بديل الكارديو. فانا دلوقتي واصل لمرحلة ان انا بلعب 7000 خطوة في اليوم مينيمم. في ايام بتقل فيها وبحط الوزن دلوقتي عشان ما عنديش بس اوزان اكتر من كده، فانا واقف عندي 20 كيلو. وبعمل كده كل يوم الصبح على بطن فاضية بدل الكارديو. طبعا انت لازم تبقى في ديفيسيت في الاخر، بس هي دي الفكرة. وهو ده التراكر في ايدي بس كده. والراجل ده هحط اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن بتاع الانستجرام بتاعه، واتمنى يكون الموضوع ده عجبكم. وهو الانستجرام بروفايل بيتكلم على الموضوع ده. ودلوقتي اتكلم بسرعة على تمرينة الظهر. تمرينة الظهر المرة دي عشان انا كنت مستعجل كانت سهلة قوي، بس هي كانت فيها عدات ومجاميع كتير. لعبت راك بولز. راك بولز ده بديل الديد ليفت اللي انا بحاول العبه تاني بالراحة، واحدة واحدة اشوف ظهري هيستجيب ولا لا. انتوا عارفين انا عندي ديسك وانزلاق غضروفي. هي مفيهاش حاجة، بتحط بس البار على حاجة عالية تحت ركبك وتلعب الجزء الاخراني من الديد ليفت اللي هو كله ظهر، فاحنا شلنا الرجلين من الحركة. فكرة كلها انا كنت بسوبر ست الراك بولز مع عقلة. طيب ايه بقى كنت بعمله مختلف في العقلة؟ كنت بعمل عقلة لحد الفيلير، وبعد لما اوصل للفيلير كنت كمان بلعب بقى النيجاتيفز، اللي هو انا مش عارف اسحب وزني جسمي لفوق، فبقوم حاطط رجلي على حاجة وزائق برجليا، وابقى كأني وصلت فوق، صدري لامس البار بقى فوق في العقلة اهو، وابتدي انزل بالراحة كنترولد واعصر الظهر، اعصر يعني الماجنس او اللاتس او whatever you wanna call it. بس انا فعلا لعبت من السوبر ست ده 10 مجاميع، وفي الاخر خلصت ب5 مجاميع كانت روب بولوفر في كيبل رو، تمام، في سحب كيبل ارضي مع بولوفر بالعقلة. وبس كده. وبعدين رحت على العزومة بسرعة زي ما قلت لكم، كلت فراخ وزنتها مشوية معلهاش اي حاجة، وبامية، ده كان الخضار بتاعي. وبكده ابقى قفلت الكالوريز بتاعت اليوم